محل اخونا لانه نشتري عصير، لقينا المحل بتاعه وحيد ابو ياسر. كل سنه وانت طيب. المحل اصلا موجود في شارع محمد قطامش. ازيك؟ كل سنه وانت طيب. انت طيبه. احنا طبعا سعداء طبعا ان انت اخونا ومننا وعلينا، وبنقول لك كل سنه وانت طيب. واحنا خدنا العصير كدوب ببلاش. برنامجنا صوت الحياه النهارده عمل لك حلقه مباشره من خلال المحل اهو. والاطفال جايه فرحانين بيك. تقول ايه النهارده؟ النهارده يوم الاحد، وبالقاس كلها في اليوم ده ما شاء الله بتبقى تشغل والدنيا كلها مفتوحه على مصراعيها. تقول ايه النهارده واحنا اتقابلنا صدفه وبنقول يا رب يا رب الخير. المحل دوت محل الناس كلها، واحنا بنطلع المنتج بتاعنا بنرضي الله في كل حاجه، ما عندناش مبالغه. انت طبعا تبع الشفافيه والفساد، اكيد طبعا بتحب تطلع الحاجه صح. ما عندناش استغلال في اي ساعه الحمد لله. النهارده الامتحانات والدنيا كلها، تقول ايه للطلبه بتاعتنا وانت اصلا مختص في التربيه والتعليم؟ والله انا بتمنى التوفيق والنجاح لكل اولادنا الطلبه، وربنا يوفقهم يا رب ويصلح حالهم. ولما ربنا يصلح حالهم دي بتبقى رحمه باولياء الامور، لان ولي الامر يعتبر هو اللي بيمتحن مش الطالب يعني. احنا بنشوف امهات عند المدارس قاعده تملي، وساعات بتبقى الاملا دي صح يا غلط، لان هي بتنزل لهم الورقه وبيبقوا عايزين يجاوبوها اي اجابه بسرعه عشان تخش. تقول ايه في المنظومه الغريبه دي؟ ظاهره الغش اصلا ظاهره سيئه، لان هي سلبياتها في المستقبل اللي بيطلع مردودها غلط على الطالب. مردودها الطالب بيطلع ما هواش عارف حاجه وما هواش فاهم حاجه. وان كان الطالب بيجي في سنوات النقل وبيغش وبينجح، بيجي في الدبلوم او بيجي في ثانويه عامه وبيتعثر وبيدفع الثمن يعني، اكيد يعني ما بيعرفش. لا، وبيعيش طول عمره معتمد على انه ايه؟ بالظبط كده، تحصيله من الغير. بالظبط. احنا سعداء بيك وبنقول لك كل سنه وانت طيب. استاذ حسن معوض بقى. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ حبيبي وشريكي في المحل يعني كده. ربنا يوفقه ويكرمه يا رب. وعنده برضه محل على الزراعيه. ربنا يفتح عليك. تقول ايه النهارده لاخوك ابو ياسر، وحيد ابو ياسر؟ اقول لك وحيد ابو ياسين ما شاء الله عليه تبارك الله، الف الف مبروك وما شاء الله عليه. عم وحيد من الناس اللي ما تقدرش باي مال. كل سنه وانت طيب. من برنامجنا بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ومصر بخير ما تحرمش منكم ابدا. كل سنه وانت طيب.